يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يسعد لي أوقاتكم جميع. كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. اليوم هو يوم الجمعة، حبيت بلش الصبح بفنجان القهوة. وقبل القهوة وقبل ما نبدأ الفيديو ما بننسى نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا قوام حطوا لي لايك للفيديو، إذا لسه مو مشتركين اشتركوا بالقناة وتابعوا معي هالفيديو. ملاحظة صغيرة، قوام يعني بسرعة. هيك نحن بنحكي. وهلأ بدي أحكي لكم قصتي مع يوم الجمعة، أو بالأحرى قصتي مع العطلة. أنا بأيام الدوام بكون تعبانة كتير وبقول يا الله إمتى رح تجي العطلة، بدي نام كتير بس لتجي العطلة. وقت اللي منعطل الله وكيلكن في من أذان الصبح هيك بصحصح، سبحان الله ما بعرف شو بصيرلي، وبضل فايقة ما عاد بيجيني نوم. بصير معكن هيك شي؟ اكتبولي بالتعليقات لحتى أعرف أنا بس ولا كل العالم بتصير معها هاي الشغلة. المهم بلشنا الصبح مثل ما قلنا لكم بالقهوة، وبعدين كنت نقع من قبل بيوم فول وحمص، وتاني يوم سلقناهم الصبح بكير يعني لحتى استووا، وتبلتن. عملنا يعني فول مدمس على الفطور، هو معروف عنا يوم الجمعة يا بنعمل يا بنساوي فلافل مسبحة يا عايدنا يا مشترى، يا أما الكشك تبع يوم الجمعة أو الفول مدمس. فجهزت البندورة وفرمتها ودقيت الثوم و اللهم صل على النبي، وفرمت البقدونس وجهزت الطحينة والزيت البلدي والزبدية اللي بدي وكمان تبل عصرت فيها الليمون جهزته. وفي ناس بيحطوا لها لبن للتتبيلة وفي ناس ما بيحطوا لها. أنا هي أول مرة بجربها، بس فعلا عن جد طلعت كتير طيبة. جربوها واحكولي بالتعليقات كيف انتو بتعملوها. وهلأ حطيت اللبن وحطيت فوقه الطحينة والثوم عصير الليمون وخلطتهم، بعدين نزلت الفول والحمص. طبعا حطيت لهم حمض ورشة حمض لأنه الليمون ما كان كتير، وملح وكمون ناعم. وهيك خلصت زبدية الفول. شو رأيكم؟ احكولي بالتعليقات. وبعد ما خلصنا فطور كان في غسيل مغسول، طلعت ونشرتهم على السطح، وهي الدباديب لإلي كمان غسلتهم. وبعد ما خلصت نشر الغسيل نزلت وبلشت ضبضب البيت شوي. هاي غرفتي
الذي يوسوس في صدور وبعدين طلعت على الصالون كمان ضبيته. طبعا كانت الكهرباء مطفية فما كنست لأنه مادين سجاد بده تكنيس بالمكنسة. بعد شي ساعتين وقت خلصت شغل يعني ضبضبة وشطف وهيك اجت الكهرباء وكنست السجاد كله يعني الصالون وبغرفتي. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم يا مظهر التوحيد يا مظهر التوحيد حسبي وبعدين أذن الظهر وإجيت لصلي وأقرأ سورة الكهف. وقت خلصت كنا بدنا نعمل غدا فاصوليا كلاوي، انتو شو بتقولوا عنها؟ ففصفصنا الفاصوليا، جاب أبي الفاصوليا وفصفصناها وجهزناها ودقيت الثوم وفرمت الكزبرة. وبعدها حطيت مي سخنة على الطباخ وحطيت له مرقة البندورة حتى يغلي يعني وتعقد وتكون جاهزة. وبالمقلاية قليت اللحمة، حطيت معلقة سمنة صغيرة وقليت اللحمات وقريب يستووا حطيت الملح والفلفل والبهارات. يا الله صوت اخواتي، كل ما بقعد بشتغل بالفيديوهات وبمنتجن اخواتي بسمع صوتهم بيتقاتلوا. وهلأ بحط الفاصوليا فوق اللحمة وبحط لها شوية ملح ونتفة مي مشان ما يلزقوا، بغطيهم ليستووا، مو يستووا كتير شوي يعني لأنه إذا استووا كتير بيتخبصوا. وبعد ما صار لونهم هيك ضفت لهم المي اللي غليتها، المي اللي بمرقة بندورة، وزبطت لهم ملحهم، وقت غلوا حطيت لهم الثوم والكزبرة.
وعملت جنبهم برغل، وهيك خلصت طبختنا. شو رأيكن؟ واحكولي كيف انتو بتطبخوها، إذا مثلي ولا بطريقة تانية. فعلا هالأكلة كتير كتير طيبة، وبهيك جو يعني الجو بارد بدها هيك أكلة، صح ولا لا؟ وقت خلصنا غدا كان بعد العصر رح يصير المغرب. لعبت شوية رياضة، عيرت المؤقت 10 دقايق ولعبت رياضة، وبعدين غسلت واستعملت شوية كريمات، كريم بياض الثلج، كريم جليسوليد هاد مطري الإيدين، ومطري شفاه، ومسك. وبنص الليل قمت جوعانة، فقت تقريبا 4:30 الصبح. تخيلوا كان يوم السبت، فما بقلكن مشكلتي مع العطلة مشكلة، بأيام الدوام ما بفيق هيك. المهم كان في معكرونة، عملت معكرونة بلبن. هي الساعة مثل ما شايفين توثيقا لكلامي. سلقت المعكرونة، بعد ما استوت صفيتها وحطيت لبن وتوم. هي بدها طحينة بس ما كان موجود طحينة، استغنيت عنها. حطيت فوق اللبن والثوم ملح وفلفل وبهارات. ما بعرف شو البهارات اللي حطيتها، بهارات مشكلة وفي نوع بهارات تاني، بس عن جد طلعت كتير طيبة، ما بعرف شو هي. بعدين حطيت المعكرونة وخلطتهم، وشرحت صحن خيار جنبهم، وغير شكل طلعت الأكلة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم. احكولي بالتعليقات رأيكم، واللي ما اشترك بالقناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، وما تنسوا تحطولي كمان لايك بعد إذنكم تقديرا لتعبي. وبشوفكم بفيديو جديد بإذن الله. سلامات.